السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما بخير. معاكم ميوش من قناه ميوش. ايه، على طول في كل فيديوهاتي بكتب الاسم تحت على الشاشه. النهارده تقريبا الفيديو الثالث او الرابع من المنتجات اللي انا بشتريها من ايفون. في منتجات جبتها بالصدفه، في منتجات كنت عايزاها اصلا من الشهر اللي فات. يعني في حاجات كتير، في مكياج وفي للوش وفي للجسم وفي للايد. فالفيديو النهارده يعني في حاجات حلوه كتير، والشهر الجاي كمان هيكون في حاجات اكتر. في بنات، في بنت على ما اتذكر ان هي كانت قالت لي ان هي منتجات ايفون مش حلوه وسببت لها مشاكل كتير قوي ببشرتها. فانا قلت لها ساعتها اكيد انتي جبتي حاجه، منتج مش مناسب ليكي ولا مناسب لنوع بشرتك. بعد فتره ردت عليا وقالت لي فعلا انا جبت حاجات مش مناسبه ليا وعشان كده سببتني مشاكل. فبعد كده يا بنات، لما انتوا تيجوا تجيبوا منتج من اي شركة لازم تجيبوا المنتج اللي يناسب بشرتكم. يعني ما تجيبوش اي حاجة. يعني ايفون فيها حاجات كتيرة، فيها للوش، بشرة دهنية، عادية، مختلطة، جافة. يعني فيها ماسكات لانواع البشرة، فيها غسولات، فيها كريمات، منزلين كريمات جديدة كمان للتقدم في العمر وحاجات كتيرة قوي. فانتوا خدوا بالكم واقروا كويس جدا قبل ما انتوا تشتروا وتقرروا تشتروا من الشركة وتشتروا المنتج المناسب ليكم، مش اي حاجة، مش تشتروش اي حاجة. تمام. انا كنت جايبة حاجات قبل كده وهحط لكم الفيديوهات القديمة في صندوق الوصف، عشان لو انتوا عايزين، لو انتوا اول مرة تشوفوني كمان وما شفتوش الفيديوهات اللي قبل كده فتشوفوها. انا جربت حاجات كتيرة جدا في الفيديوهات، هتشوفوها ان شاء الله. وجربت المرة دي حاجات، وكل شهر هجرب حاجة جديدة. تمام. انا جايبة النهاردة 2 كريم للايد، وده سبراي للجسم، مية ورد ومكياج، مسكرة وكحل وايلاينر. تمام. والمكياج كله الوان، ما جبتش اسود. فهوريكم كل حاجة، هقولكم الاسعار ورأيي فيها والكواليتي، وكمان محل الانتاج والحاجات دي كلها. تمام، يلا بينا نبدأ. هشيل بقى كل دول، والمكياج هخليه في الاخر، وكمان سبراي. واول حاجه هتكلم عليها هي ميه الورد دي. ميه الورد دي بولندا، صناعه بولندا، 150 ملي يعني كده. وليها كريم، دي كان سعرها 11 جنيه. مكتوب من ورا، مكتوب على فكره بكل اللغات، مكتوب بلغات كتيره جدا، وبرده مكتوب بالعربي. مكتوب منظف للبشره بمستخلصات مياه الورد. تمام. وفي هنا طبعا تاريخ الانتاج عشان تعرفي يعني الانتاج بتاعها كان امتى، والانتاج بتاعها دي كان من 6 شهور. تمام. اول حاجه هي ليها كده فتحه كده، تجيبي اللي هي القطن بتاع الوجه وتاخدي بس نقطتين 3 كافيين قوي. ميه الورد دي مختلفه خالص عن ميه الورد اللي احنا بنجيبها من الهايبر. يعني اللي احنا بنجيبها من الهايبر بتبقى عاديه، ريحتها شويه نفاذه، لكن دي ريحتها ورد هادي. انا بحب الروائح الهاديه، حتى لو في برفانات بحب الروائح الهاديه. فدي غير خالص الميه الورد عاديه. انا جربت اول حاجه نص وشي ان انا امسح بميه الورد دي، والنص التاني امسح بميه الورد العاديه. حسيت ان دي نضفت اكتر من ميه الورد العاديه. دي يعني بستخدمها على طول قبل المكياج وبعد المكياج واول ما اصحى. تمام. ان انا اجهز بشرتي المكياج، ان انا اجهز بشرتي، ان انا احط ترطيب. فدي بصراحه يعني نحطها يعني في الدرج بتاع العنايه بالبشره، وعلى طول بستخدمها. بجد هي اصلا بتجيلك مليانه وانتي بتاخدي نقطتين، يعني هي ممكن تكفيكي سنه او مثلا 6 شهور 7 شهور يعني كده. فهتقعد معاكي مده، وهي 150 ملي، فحجمها كويس. وكمان مش طويله. انا مش بحب الازاز طويله، لان مثلا مناسبه جدا انتي تحطيها في اي شنطه وتسافري. ان هي برضو كمان هنا محكمه، مش بتفتح بسهوله، وممكن كمان تسافري بيها، وحلوه جدا وعجبتني. وبرضو دي من الحاجات اللي انا انصحكم بيها، وانا هشتريها عن نفسي كل شهر، كل ما تخلص هشتريها. هنيجي بقى للاسبراي. الاسبراي ده بسعره 17 جنيه. ده بالورد والشوكولاته، 100 ملي. ده صناعه بولندا. على فكره معظم صناعات بولندا والمانيا، معظمهم يعني.
دي بقى ايه؟ ده سبراي. انا هقرا لكم بس الكلام اللي ورا لان هي شفاف، زي شفاف كده، فحتى لو عملت لكم فوكس مش هيبان. تمام. سبراي معطر برائحة الورد والشوكولاتة، يغمر فور انتعاش الاستعمال الخارجي. بقولك يعني مفيش ما يتلمس للعين والحرارة والحاجات دي كلها. ده بقى انا بستخدمه ازاي؟ هو اصلا هو بخاخ كده وحلو جدا على فكرة. لما يخلص كمان انا ممكن استفيد بالعلبة. حلو جدا. انا بستخدمه بعد الشاور، لو بعد الشاور صيف او شتاء وخارجه بستخدمه، لان عاده لما اجي بعد الشاور بحط لوشن، فمفيش وقت ان انا احط لوشن واستنى البشره تشربه وبعد كده انزل. لا، انا بحط السبراي ده كده بس. هجربه لكم على ايدي. هو في الاول ممكن تلاقي ريحته زي فاه، عارفين روايح فاه كده، بس لما اصبري شويه والجلد يشربه هتحسي ان هو قلب بجد ريحته ورد على الشوكولات والبشره تشربه بسرعه. لا دلوقتي ريحته اتغيرت وحبيته قوي يعني. ريحته زي برفان قديم كنت بستخدمه تقريبا، بس هو ريحته حلوه يعني. ريحته بتدوم في الشتاء بتدوم مثلا 5-6 ساعات، لكن في الصيف عشان في حركه كتير فمثلا ساعتين 3-4 ماكسيموم كده يعني. حلو جدا. وانا شخصيا برضو لما يخلص هرجع اجربه تاني. فدلوقتي هتكلم عن الكريمات الايد وهخلي المكياج اخر حاجه. الكريم ده كنت عايزه اجيبه الشهر اللي فات بس كان خلص، بس قدرت اجيبه الشهر ده. هو بالارجانيك وفيتامين ه والجليسرين. ده في حاجه ده غير الكريمات العاديه بتاعه الايد اللي انا كنت بجيبها. هما منزلين مجموعه جديده اللي هي كريم الايد بالاهتمام كمان بالضوافر. بس ده في حاجه ان ده للايد وللضوافر وللجلد اللي حوالين الضوافر. تمام. هقرا لكم. ده كان سعره 20 زي ما قلت، 100 مللي. هقرا لكم بس الكلام اللي ورا. 3 في 1 كريم غني. كريم غني للعناية ببشرة اليد والأظافر، البشرة المتصلبة المحيطة بالأظافر لمدة تقوم 24 ساعة، بزيت الأرجانيك والجليسرين وفيتامين ه. وفي فول صويا ومضاد للأكسدة والحاجات دي كلها. أو بيغمر البشرة بترطيب عالي ويدوم 24 ساعة والحاجات دي كلها. ده حبيته جدا. ده لما تيجي تعملي باديكير بيسهل جدا ان الجلد ده يطرى، غير لما تحطي ايديكي في ميه. لما تحطي ايديكي في ميه الجلد من هنا بيبوش. انا مش بحب اصلا احط ايديا في ميه. فده حبيته جدا لما اجي اعمل باديكير، او حتى غير الباديكير انا حاطاه جنبي في الدرج الكومودينو، حاطاه جنبي كل يوم بحط. هو ريحته اورجانيك. لو حد عنده زيت اورجانيك هو ريحه الارجانيك كده. تمام. بس ريحه الارجانيك الهادي. جربه لكم. هو لونه ابيض. هما منزلين مجموعه جديده جدا بالعسل وحاجات كتير، حاجات كتير قوي. اجي بقى عند الضوافر واعمل كده لحد ما البشره تشربه، وهتلاقي ان الجلد ده بقى طري، تقدري تشيليه بالآلة اللي انتي بتشيلي بيها في ثواني. الجلد بيشربه وبتبقى ريحته حلوه زي ريحه الارجانيك. لو انتوا عندكم زيت ارجانيك هتعرفوا، بس على اهدى شويه. تمام. فانا انصحكم بيه برضو، حلو جدا. وانا ده برضو لما يخلص لازم اجربه. ده الحاجات الاساسيه اللي انا اجربه، لان مفيش كريمات، معظم الكريمات عاديه، لكن الكريم اللي هو الغني اللي بيهتم بالجلد اللي حوالين الضوافر ده لازم يتجرب تاني، وهرجع اشتري تاني لما يخلص. في بقى من المجموعه دي كان في مجموعه كده في اخر البروشور كان فيها كريم ولوشن والكريم بشره ولوشن والكريم الايد. تمام. كانوا منزلينها اوفر، منزلينها بسعر رخيص جدا علشان بس راس السنه. هو بصوا شكله اصلا يعني راس السنه وفيونكه وتلج وحاجات كده. ده كان سعره 14 جنيه. اللوشن بتاعه جربته برضو بس مش عندي يعني، مش انا اللي واخداه. كان سعره 20 جنيه والكريم كان سعره 24-17 حاجه في الرينج ده. ده بقى فيه حاجه ثالثه مختلفه. ده فيه كالسيوم. تمام. ده مش انا اللي بجربه. كان في حد ايديه متعوره. انا شخصيا كمان لو ما رطبتش ايدي في الشتاء بتعور من هنا، يعني الجلد بيفتح كده وبيعمل قشور وبتعور. تمام. ده بقى فيه ايه؟ ده برضو اسمها بولندا. وعلى فكره الكريم الارجانيك
بولندا. تمام. ده فيه جليسرين، كالسيوم، فيتامين ه، وبيترك برضو الاظافر مظهر صحي والانتاج والحاجات دي كلها. ده بقى ايه اتقل شويه، ده كريم تقيل شويه. نجرب لكم ايه التانية. واللوشن على فكره اللوشن بتاع المجموعه كلها ريحتها واحد، ده تقيل. بصوا انا حاسه كمان ان هو الجلد بيشربه بسرعه، وحبيت كمان الكالسيوم فيه. انا عايزه كمان اجربه للضوافر، ان انا استخدمه كل يوم للضوافر. ده ريحته ياسمين هادي، ريحه عطريه اكتر، فبجد حلوين جدا. شايفين ده اللي فيه الارجانيك، ده اللي فيه الكريم ده. نعم برضو 100 ملي على فكره يكفوا معاكي سنه. بصوا حلو جدا. الجلد على طول بيشربه، مش بيزيت ولا بيدهن ولا الكلمات الغريبه اللي بتعمل كده يعني. يا رب ما كنتش طولت عليكم، واسفه لو كنت طولت عليكم، بس انا عايزه اوريكم المجموعه كلها. هنا بقى ايه المكياج جبته بالصدفه البحته، يعني ما كنتش اصلا لو لقيت مكياج من ايفون هجيب، لو ما لقيتش مش مهم. ما كنتش اصلا بركز في المكياج، كنت بركز اصلا يعني في الكريمات، في حاجات البشره الجسم كده، لكن المكياج كنت بعدي عليها عادي كده. فجبتهم بالصدفه. انا جبتهم اصلا من جروب. انا على فكره مشتريت ايفون كلها بجيبها من الجروب اللي هحطه تحت في صندوق الوصف، وهي عارفه على فكره هي بنوته قريبتي، فيبقى سهل التعامل، وعلى طول يعني بتديني البروشور وانا بحطه عندي بالايام يعني. لا يعني هي بجد شوفوا الجروب هتلاقوا في حاجات كتير قوي من الايفون جميله. فهي قالت لي عليهم وعجبوني جبتهم. اول حاجه جبت الاتنين دول مع بعض، بعد كده جبت ده صدفه يعني كده يعني، ما كانش اصلا في بالي يعني. انا كنت من فتره انا وهي عايزين نجرب مسكره زرقاء يعني، بس اللي تجرب الاول تقول التانية يعني عادي. احنا كلنا يعني بنجيب منتجات، الحلو فيها بنقول والوحش فيها بنقول، يعني بنجرب كده من ايفون حاجات كتيره. فاتنصحت بيهم دول ولقيتهم حلو، وريتهم لي واخدتهم. في هنا اوريكم اول حاجه الايلاينر الموف. جبت الوان جديده اصلا مش متعوده عليها. تمام. ده كان سعره 20 تقريبا. انا بصراحه هو الريشه بتاعته طريه شويه، مش عارفه عشان في كريم ممكن يزحلق ولا حاجه. هو على فكره تقيل، بس عشان في كريم انا هحط لكم منه اكتر، وبينشف على طول. لما جربته حسيت ان عينيا بقى شكلها غريب. انا مش متعوده، مش عارفه باين كده، انا مش متعوده اصلا على سوري الكلام بيروح مش متعوده على الايلاينر الالوان يعني. على طول كنت على طول بحط اسود وساعات بني، بس دايما اسود. فجربت المره دي بقى الموف ده والكحل الازرق. ده كان سعره 17 ثواني. ده بقى فيه جليتر، بس حتى لو حطيتيه الصبح مش هي ثواني عشان ما يتكسرش. مش هيأثر. الجليتر بتاعه هادي شويه، وانا بحب برضو الحاجات الهاديه. مش عارفه الجليتر يبان ولا لا، ممكن كده يبان. هو يبان كده حلو برضو. بحطه من جفن العين من تحت، مش المتحرك لا اللي تحت. وجبت ماسكارا زرقاء من زمان قوي كنت بدور عليها وكنت اجربها، بس كنت عايزه اجرب ماركه، ما كنتش عايزه اجرب اي حاجه. تمام. لان بالذات حاجات العين دي ما ينفعش تجربي اي منتج رخيص. فجربت الماسكارا الزرقاء. على فكره الماسكارا مش مهم تكون فيها كتير ولا قليل، المهم الفرشه هي اللي تعرفي بيها ان هي هتقل هتطول كده. فالفرشه دي حلوه، اللي عامله زي السوسته كده، من هنا تخينه شويه.
ثانيه هعمل لكم فوكس. تمام كده. بصوا من هنا تخينه في النص كده، هنا تخينه ونازله هنا على رفيع ونازله من الناحيه التانيه على رفيع. تمام. انا هجربها لكم على ايدي مع اني ما ينفعش تجرب على الايد اصلا، بس اتس اوكي. حبيتها جدا الصبح اهي. تمام كده. شايفين اللون تقيل كمان. حبيتها جدا جدا الصبح. حلوه جدا. حسيت في الالوان بالذات، لما انا اول مره احط الوان فحسيت ان هي مختلفه. وعلى فكره كل المنتجات بتاعه ايفون بتاعه المكياج المانيا، وعلى فكره الروج والماسكارا بيقولك في غلاف زي ده كده مثلا، كان الغلاف بتاعها وطبعا تفكيه، والغلاف بيبقى مكتوب عليه التاريخ كمان. كل المنتجات بيبقى مكتوب عليها التاريخ. هي دي كل الحاجات اللي انا جبتها وعجبتني وهكررها تاني لما تخلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم وما طولتش عليكم وما نسيتوش ومشيتوا. ان شاء الله نتقابل فيديو جديد واجرب لكم الشهر الجاي. استنوني عشان في حاجات مكياج، هيبقى في كريمات وماسكات وصنفره وحاجات كتيره قوي. فاستنوا الشهر الجاي ان شاء الله، شهر 1. وان شاء الله نتقابل فيديو جديد على خير. واقول لكم دلوقتي باي باي، مع السلامه.